بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. يا رب تكونوا جميعا بألف خير. هنعمل مع بعض النهاردة الكحك المفتول أو الكحك المدور الناشف بتاع زمان، كحك الأفران. هنعمله بطريقة سهلة وبسيطة، والمقادير موجودة في كل بيت بناء على طلب حبيبتي هبة علي، كانت طالباه مننا وعملناه لها اهو. اتمنى انها تكون شايفاه معانا. واللي ما شافش فيديو الفطير اتمنى انكم تدخلوا وتشوفوه. يلا نشوف عملنا الكحك المفتول ازاي. معايا هنا كوباية من الحليب اللي هو اللبن، دي نص لبن ونص مية. ممكن تكون كوباية حليب اللي هو اللبن كوباية صافية، او ممكن تكون مية صافي، او ممكن تكون مية على لبن زي ما انا عاملة. هنا حطيت عليها معلقة صغيرة من الخميرة الفورية ومعلقة كبيرة من السكر. هدوبهم كده كويس مع بعض، وبعدين هغطيها واسيبها لحد كده ما تتفاعل الخميرة مع السكر ونتأكد ان الخميرة نشطة. كده الخميرة هنسيبها على جنب لحد كده ما تتفاعل مع بعضها. هنا معايا نص كيلو من الدقيق. انتي اعملي الكمية اللي انتي عايزاها، وبعد كده انا هضيف عليها معلقة كبيرة من السمسم، ونص معلقة صغيرة من ريحة الكحك، ورشة بيكنج باودر، ونص معلقة صغيرة من الملح. بعد ما قلبنا كده المواد الجافة مع بعضيها، هنبتدي نضيف المادة الدهنية. هنا معايا كوباية سمنة، بس كنت واخدة منها معلقتين وضفت بدلهم معلقتين زيت. ليه عملت كده؟ علشان الكحك يطلع معانا كده مجرمش شوية. بس انتي لو حابة تشتغلي بيها سمنة صافي خلاص ممكن تشتغلي بسمنة صافي، بس لو انتي عايزة في سنة جرمشة هتضيفي معلقتين الزيت. بعد ما قلبنا كده السمنة والدقيق بالمعلقة، هنبتدي بعد كده نشتغل بايدينا ونبس زي ما احنا شايفين. بالنسبة للمقادير ان شاء الله هسيبها لكم في صندوق الوصف. وبالنسبة للسمسم، لو ما عندكيش السمسم اللي هو المتحمر ده، ممكن تستخدمي سمسم ابيض، بس تديله كده تشويحة على النار تطلعي الرطوبة اللي فيه، وبس مجرد ما ياخد لون مصفر كده بتضيفيه على الدقيق وتقلبيه معاه كويس قبل اضافة السمنة. بعد ما بسينا الكحك زي ما احنا شايفين كده بيبقى زي الرملة المندية اهو يا جماعة، شايفين شكله؟ معانا هنا الخميرة بتاعتنا اللي عملناها في الأول، فاكرين؟ شايفين الخميرة؟ بسم الله ما شاء الله، عملت كده معايا فقاقيع، وكده معناها ان الخميرة مع بتاعتي نشطة وكويسة، يعني نشتغل بيها. لو لقيت الخميرة بتاعتك ما عملتش كده فوم وفارت لفوق، يبقى الخميرة مش كويسة، ما تستخدميهاش. نزلنا كده بيها ويدوبك كده بنلم العجينة والخميرة اللي احنا ضفناها. بعد ما لمينا كده العجينة بالخميرة، ده نص الكوباية التاني من السوائل يا جماعة، اللي هبتدي انزل بيه بالتدريج زي ما احنا شايفين كده. يعني هنزل بحوالي معلقة معلقة لحد ما نوصل لقوام العجينة المطلوب. وهقولك اخدت مني سوائل قد ايه. ولو انتوا وصلتوا معايا في الفيديو لحد هنا ونسيتوا تحطوا لايك، يا ريت تحطوا اللايك فضلا وليس امرا، واللي ما اشتركش في القناة يا ريت ينورنا بالاشتراك. اهو احتجت شوية حليب او مية وضفتها كده، وهعجنها. ما نعجنش فيها كتير يا جماعة عشان ما نربيش للعجينة عرق. اهو هوريكم القوام اللي احنا وصلنا له كده. العجينة مظبوطة معانا، اول ما تيجي تقطعيها كده هتتقطع معاكي على طول، مش هيكون فيها عرق ولا حاجة. بعد كده برضو هتختبريها، هتلفيها حوالين ايديكي وهتعمليها كده على شكل دايرة. لو حسيتي ان فيها اي تشققات او فتحات، يبقى تزودي لها نص معلقة كبيرة من السوائل اللي معاكي. كده الخمير العجينة بقيت جاهزة معانا. اخد معايا نص كيلو الدقيق ده كوباية الا ربع من السوائل. هغطيها وهسيبها حوالي ربع ساعة كده ترتاح او تخمر معانا.
ده كده شكل العجينة بعد ما ارتاحت معانا او بعد ما سيبناها ربع ساعة. احنا مش هنسيبها تختمر وحجمها يتضاعف. بعد كده هبطها وهبتدي اخد منيها قطعة. لو عندك ميزان اشتغلي بيه، ما عندكيش يبقى كده بالنظر. هتقطعي الكور كلها تكون كده في حجم بعض، وهتبرميها كويس بين ايديك تكوريها علشان نضمن ما يكونش فيها اي فتحات. وبعدين هنبرمها كده او هنلفها بالشكل اللي انت شايفاه. وبعدين هنجيب الطرفين كده ونضغطهم كده على بعض، نلزقهم كده في بعض ونديهم ضغط خفيفة. طبعا انتي لو هتعملي كيلو من الدقيق هياخد منك كوبايتين الا ربع او كوباية ونص من السوائل. ما تزوديش على كوباية ونص، طبعا حسب نوع الدقيق لانه بيختلف من نوع للتاني. اهو زي ما شفتوا كده فتناها او برمناها ولزقنا الطرفين على بعض، وهنرصهم على صاج مش مدهون اي حاجة. اهو بعمل معاكم واحدة تانية زي ما احنا شايفين كده. بنفتلها وبنخليها كده، بنحاول نخليها كلها في حجم واحد. اهو ضغطنا الطرفين على بعض، وطبعا بنحطهم على الصاج وبنسيب بينهم مسافات بسيطة. هم طبعا مش هيخمروا لدرجة انه يلزقوا في بعض. الكحك ده طعمه في منتهى الجمال وطعمه تحفة يا جماعة، مع كوباية شاي او جبنة. يعني انصحكم اللي ما عملش الكحك المفتول قبل كده يجربه. الكحك المفتول ده او الكحك بتاع الافران بتاع زمان ما اخدش وقت يعني، واتعمل بطريقة سهلة وبسيطة خالص. هنخلص كل الكمية كده وارجع لكم. اهو رصيناها كده على الصاج بالشكل ده وبنسيب بينها مسافات بسيطة. بعد ما نخلصها هنسيبها حوالي نص ساعة علشان تخمر معانا. ودي كده بقية العجينة. طبعا عملتهم كده بسرعة علشان هو نص كيلو ما اخدش وقت. دي الصاجة اللي انا شكلتها في الاول. على بال ما عملت بقية العجينة كان حجمها الضاعف، طبعا عشان احنا في الجو حر. وهنا طبعا كان كملت الخمر بتاعها. بعد كده مشغلة الفرن يسخن معايا. هدخلها على أرضية الفرن على نار هادية بعد ما الفرن سخنت. وطبعا النار من فوق بتكون برضو هادية لحد ما تاخد معايا كده لون من تحت. ببتدي أعلي النار من فوق علشان تاخد معايا برضو لون. طبعا مع المتابعة المستمرة كل دقيقتين كده بنحرك الصاج ونلفه علشان نضمن التسوية بتاعته من كل ناحية. شايفين اهو شكله بسم الله ما شاء الله، واخد لون حلو من فوق ومن تحت، ولونه ذهبي وطعمه في منتهى الجمال يا جماعة. اللي ما جربهوش يجربه يعني. وده يبدوب كده هكسر لكم واحدة. اهو شايفين يا جماعة بسم الله ما شاء الله كده القلب بتاعه من جوه هش ومش مكتوب. بالنسبة لو انت هتسويه في فرن البوتاجاز بتشغليها من قبلها ب10 دقايق لحد ما تسخن جدا. وبعدين بتحطيه في الرف التاني كده من تحت، وبتكون النار الفرن متوسطة لحد كده ما بياخد لون في نص التسوية من تحت. بتبتدي تولعي الشواية وتخليها نارها بتكون نار الشواية هادية. وطبعا بتحركي أثناء التسوية علشان ياخد لون ويستوي من كل ناحية. مشاركة كتير كتير مع أصحابكم للفيديو علشان أكبر عدد يشوفوا. من نص كيلو دقيق عملنا الكمية الحلوة دي بسرعة الصاروخ. ما خدتش معانا وقت. طعمها في منتهى الجمال مع كوباية شاي كده أو كوباية لبن، وطعمها تحفة. سلام عليكم.